السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. وده كان فطورنا لليوم، عبارة عن صينية سمك بلطي بالفرن معاه رز أبيض. وهنا عندي الشوربة والسلطة الخضراء والجرجير، وهنا عصير الحلمر. طبعا في الإفطار ما ننسى التمر. وده شكل الصينية من قريب وكانت جميلة، أتمنى تجربوها وتعجبكم. نشوف مكوناتها. هنا عندي نص كوب من العرديب أو التمر هندي، حنخليه منقوع في نص كوب من الموية لمدة نص ساعة. بعد كده حجيب بصلة متوسطة وقطعها لمكعبات، وكمان طماطم، حبة طماطم وقطعها كمان لمكعبات. حارفع الحلة على النار، وفي ربع كوب من الزيت حقلب البصلة لغاية ما تذبل ويبدأ لونها يتغير. بنزل فيها حبة الطماطم، وكمان حقلبها لغاية ما كمان الموية بتاعت الطماطم تطلع تبدأ تتهري. فبس بعد كده بصفي العرديب أو التمر هندي وأضيفه للخليط ده. هنا حأنعم الخليط بتاعنا ده بالخلاط. إذا انتوا ما حابين تنعموا عادي ممكن تواصلوا بنفس الطريقة من غير ما تخلطوا. يعني عندي الخضار حبتين من البطاطس وحبة من الجزر وقرون من الفلفل الأخضر، هقطعهم لشرايح وأرصهم في الصينية. بعد كده عندي هنا السمك، عبارة عن سمكتين بلطي حجمهم متوسط، مغسلاهم ومنضفاهم بالخل والملح ومجففاهم بالمناديل. حقطعهم بعدين أرش فيهم الملح، أملحهم كويس، بعدين أرصهم في الصينية. بعد ما أرص السمكات حأجيب الخليط بتاع البصل والطماطم، ضيف له الملح والكزبرة والكمون أو الشمار والزنجبيل، وعندي هنا كمان بابريكا وفلفل أسود حبة. حأخلط المكونات دي كلها، وطبعا هنا ما ننسى التوم، نضيف ملعقة صغيرة. حأخلط كويس، بعدين حوزع الخلطة دي كويس على الوش، واتأكد إنه الخلطة نزلت تحت للخضار، يعني ما تكون الموية كتيرة، فكده بتطلع مظبوطة. المهم نوزعها كويس وندخلها الفرن على حرارة 200 لمدة ساعة. لو الفرن عندكم سخن ممكن تخلوها 180 لمدة ساعة، ما حنغطيها بفوق بحاجة. بعد كده حجهز الرز. عندي هنا كوب من الرز البسمتي غسلته كويس، بعدين في ملعقة أو ملعقتين من الزيت حقلب الرز على نار متوسطة لغاية ما يتحمص، يعني لمدة 3 دقايق كده. بعد كده حنزل فيه الموية، عبارة عن كوبين من الموية والملح، وكمان عندي عود قرفة. ححرك الرز كويس، بعدين حخليه يغلي لمدة 5 دقايق لغاية ما يبدأ يتشرب الموية. هنا حأخفض النار لآخر حد، تكون هادية شديد، وحخلي الرز ده لمدة 20 دقيقة. بعد كده لما أفتح بلقى الرز استوى وبكون جميل كده ومفلفل، ما بكون معجن كده. الرز بيكون جاهز. طبعا أنا بعمل الكمية على حسب الحوجة اللي هي بسيطة، يعني ما بنحتاج كمية كبيرة. ممكن تزودوا تحتاجوا كوبايتين موية لكل كوب من الرز، وبنفس الطريقة بتسووه. وده هنا السمك بعد ما طلع من الفرن ده شكله. طبعا حتسألوني ليه لونه طلع غامق، حقول لكم ده من التمر هندي أو العردين بيخلي لونه غامق، بس طعمه يكون جميل. وأتمنى تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. ولغاية ما أشوفكم في فيديو جديد أقول لكم مع ألف سلامة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.